ولحساب الجولة 13 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، انتهى الدربي العاصمي بين شباب بلوزداد وضيفه مولودية الجزائر بالتعادل السلبي دون أهداف. نادي مولودية الجزائر بعد هذا التعادل وصل للنقطة 30 في صدارة الترتيب، في حين يحتل نادي شباب بلوزداد المرتبة السادسة برصيد 20 نقطة مع 3 مباريات مؤجلة. بقية نتائج مباريات الجولة 13 كاملة كانت كالتالي: نادي مولودية وهران انهزم على ميدانه أمام ضيفه نادي شباب قسنطينة ب4 أهداف مقابل هدف واحد. نادي اتحاد العاصمة فاز بهدفي لهدف أمام نادي شبيبة الثورة. نادي أتلتيك بردو تعادل بصفر لمثله أمام نادي نجم مقرة. نادي اتحاد خنشلة فاز بهدفي لصفر أمام الاتحاد الرياضي السوفي. نادي اتحاد بسكرة تعادل بصفر لمثله أمام نادي مولودية البيض. نادي شبيبة القبائل فاز بهدفين مقابل هدف أمام نادي أولمبي جمعية شلف. نادي وفاق سطيف تعادل بهدف لهدف أمام نادي نجم بن عكنون. ونادي شباب بلوزداد كما ذكرت تعادل بصفر لصفر أمام نادي مولودية الجزائر. ترتيب المقدمة بعد الجولة 13 يكون كالتالي: نادي مولودية الجزائر كما ذكرت في الصدارة ب30 نقطة، متبوعة بنادي اتحاد خنشلة ب22 نقطة. نادي وفاق سطيف يأتي في المركز الثالث ب21 نقطة. نادي شباب قسنطينة يحتل المرتبة الرابعة ب20 نقطة، متبوع كذلك بنادي أتلتيك بردو في المرتبة الخامسة بنفس عدد الرصيد. ونادي شباب بلوزداد كما ذكرت أيضا يأتي في المرتبة السادسة ب20 نقطة مع لقاءان مؤجلان طبعا. ونادي شباب قسنطينة أيضا يحتل المرتبة الرابعة مع لقاء مؤجل.